في مرحله معينه في تقريبا هي الكلاب بارك لما اتاخروا على الناس في الاستلام، وده ما حدش عمله، عوضوا الناس اللي شاريه في المرحله دي سواء بقى بفينيشنج باكج فينيشنج سواء بفلوس، يعني عوضوهم. في بعض المطورين بيحطوا في العقد ان هو لو اتاخر عن كذا بيدفع غرامه، وانا لو اتاخرت عن كذا برضو بدفع غرامه لغايه حلو. لما نوصل لحته سد. شرط حلو. جزائي على الاثنين. محطوط الشرط الجزائي ده، انا عارف ان هو في الليجل انت مالكيش ماونتن دعوه بيه. فيو بتمشي قانون يعني. بص هي لو ما كانتش بتساتسفاي العميل في الحته دي ما كانتش وصلت للي هي كانتش فيه. كبرت. ما كانتش انا كبرت. فاهم ده كويس جدا. يعني برضو ايه، خلينا نقول كل واحد ياخد حقه. لا كل حاجه مضمونه، العقد- هو كلها مضمونه. العقد فيه شرط جزائي على الاقل نسبه تاخير عن المسموح بيها لو حصلت، المطور بيبتدي ان هو يا يخفض لك اقساطك يا يدفع لك زياده، بيديك فلكسبيليتي في البيمنت لو ده انت مثلا بيحصل؟ طبعا بيحصل. طب محلوله بس. طب وهو الاستلام بيبقى ايه، فولي فينيشد ولا نص لا. تشطيب طوب احمر. اصلا؟ والشقق نفس الكلام، كل حاجه كله طوب احمر. اه. يعني انت مثلا عايز 20 مليون تانيين عشان تشطب؟ لا مش للدرجه دي.